السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عملنا هليلات اللوز الجرينات. طريقة سهلة وسريعة، إن شاء الله تعجبكم. خليكم معاي خطوة خطوة وما تنسوش تديروا لايك للفيديو. خديت اللوز وحمصته في الفرن، بعدين درته في الكبة رحيته، خليته لا ناعم لا أحرش، وسط هيك شوية. طبعا رحوه هو سخونة باش يرتاح بسرعة معاكم. هيك بدينا في وضع حط المقادير. درت طاسة سمسم محمص وطاسة لوز كبيرة. خديت حطيت عليهم طاسة زيت، طاسة سمن. هذا الأساسيات. حطيت عليهم ماء عطر شوية، نص كوباية، مش هلبة. جرينات ما تبيش المية هلبة. أنا درت لها نص طاسة عطر وخلاص. الكمية هذه تبيلها. بالنسبة للفرينة درت الفرينة متاع الحلويات اللي هي 00. تبيلها في حدود 6 كوبايات. حطيت 5 كوبايات في الأول. حطيت بيكنج بودر شوية ورشة ملح وكشكين سكر صغار. هذا شوي الأخيرة الملح، كيس بيكنج بودر. تمام هيك. حركت هيك، سبكت بيدي هيك سابك، مش بالعجانة بإيدي. خلطته مش عجنته عجن، لا، باش ما يديرش عرق. على طول هو يلم معاي. يا ريت تقولولي من وين تتابعوني وجربوها الوصفة، ما راح تندموا. شوف كيف العجن يبدأ دقيق يتقطع معاك تقطيع، مش يشد مداير عرق، لا. غطيه شوية بحاجة نايلون باش ياخد في بعضه هيك، يبدأ ساهل والعجين يرتاح. خلاص، وهيك بديت نفرد في العجينة. قسمتها جزئين وخديت جزء جزء. بديت نقصهم بالفورمة هذه اللي قصيتهم. خديت شوية هيك في البداية وبديت نشكل على شكل هلالات. السمك هيكون يعني نص سنتي، مش رقيقة هلبة زي الفطيرة ولا حاجة، لا لا، تبدأ سميكة. ستفتهم في السفرة. طبعا عجينة الجرينات حساسة، تبي معاملة خاصة. حلوة، هي سهلة، وزي ما يقولوا السهل الممتنع. يا ريت تجربوها وإن شاء الله تطلع عندكم أحسن من عندي. وابعتولي وروني الصور، ديرولي شير. اللي عندها صفحة ديرلي شير كان دارت بالطريقة متاعي وتقول لي رايها. داروا 3 صفيرات ما شاء الله.